السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غنوريكم يعني كيفية تحميل شهادة التسجيل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص الغير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك بأمو تضامن. ففي واحد الجانبير تم تحويل الناس كلها اللي عندها رامي تم تحويلهم إلى أمو تضامن، يعني متعلق بالوكالة ديال لا سينيسيس. بهذا جميع الأشخاص اللي كان عندهم راميد تم الإرسال لهم واحد رسالة SMS فيها واحد الرقم اللي هو رقم التسجيل ديالهم، وكذلك واحد الرابط باش يقوموا بتحميل يعني شهادة التسجيل ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا في الشاشة. فهذا الرابط هذا من الأحسن أنني نفتحه في الحاسوب، لأنه في التليفون كيبقى يتعكس ليا باش أنني نقوم بتحميل هذه الشهادة، وكنضغطوا على تحميل الشهادة كما كيظهر لكم أمامكم. وفوالا، فهذه هي الشهادة، يعني شهادة تسجيل يعني بأمو تضامن. وغادي نجاوب الآن على بعض الأسئلة اللي كانوا كيكتبوها لي الناس في التعاليق واللي تواصلوا معايا في انستغرام. بالمناسبة هذا هو انستغرام ديالي، اللي عنده شي إشكال مرحبا به، بدون مقدمة تكتب لي الإشكال إنفو نشوف الميساج ديالك فغادي نجاوبك عليه. والآن غادي نجاوبكم على بعض الأسئلة اللي يعني كيتم التكرار ديالها بزاف. وأول سؤال غادي نبدا به هو: شنو هو الإجراء اللي نقدر ندير به بهذه الشهادة اللي قمت بالتحميل ديالها؟ فهاد الشهادة فيها معلومات خاصة بك، فمثلا إلا بغيتي تعمر واحد الملف للتعويض مثلا على المرض ولا شي عملية لا قدر الله، فذاك الملف التعويض كيخص يعني معلومات خاصة بك واللي غادي توجدهم في هاد الشهادة اللي قمتي بالتحميل ديالها. السؤال الثاني: واش غادي نبقى نأدي شي أداء الاشتراك شهريا؟ فإجابة على هذا السؤال هذا، كاينين أشخاص اللي غادي يقوموا بأداء شهري، وكاينين واحد الناس اللي ما غاديش يخلصوا أداء شهري. بالنسبة للناس اللي غادي تأدي يعني واحد أداء الاشتراك، مثلا الناس اللي كتخلص يعني ضريبة على الدخل، عندهم حانوت ولا عندهم شي محل اولا عندهم ديك لاكارت ديال بطاقة حرفي، حتى هما غادي يخلصوا. والناس اللي ما غاديش تخلص، اللي عندها يعني صفر في الدخل، يعني ما عندها حتى شي مدخول، ما كدير حتى شي عمل، غير جالسة في الدار، فهادوك الناس ما غاديش يخلصوا. السؤال الثالث: الناس اللي ما كانش عندهم رميد وبغاو يستافدوا من أمو تضامن، فما عليهم الا يتسجلوا في السجل الوطني للسكان. بعد ذلك غادي يعني توصلوا بمعرف رقمي مدني واجتماعي، به غادي تسجلوا في أمو تضامن اللي عنده موقع خاص به. والسؤال الرابع: شنو هو الدور ديال تفعيل الحساب في موقع ماسينيسيس؟ فموقع ماسينيسيس كيخول لك انه تقوم بتتبع الملفات اللي قمتي بالايداع ديالهم، يعني كتشوف فوقاش يقدروا يدوزوا لك الفلوس اللي عمرتي في ذاك الملف. وكذلك الى ترفض ذاك الملف فجميع المعلومات غادي تلقاها في موقع ماسينيسيس. والسؤال الاخير: الناس اللي كانت عندها رميد وما توصلاتش بديك رساله SMS باش يقوموا بتحميل شهاده التسجيل مع امو تضامن، فما عليهم الا يتصلوا بالمجيب الالي اللي الرقم ديالو هو 05 20 19 40 40. فغادي يتصلوا به وغادي يعني يتبعوا المراحل وغادي تعرفوا على رقم التسجيل ديالهم. ونتمنى انني نكون فدتكم في هذا الفيديو، واللي عنده شي اشكال مرحبا به يكتبوا لي في التعليق ولا يتواصل معايا عبر انستغرام، فكنجاوب جميع الاسئله ديالكم. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.